أهلا بيكم من جديد حيتان الأفلام. يلا بقى بسرعة علشان نعيش مع بعض قصة رعب جديدة. وفيلمنا النهاردة هو فيلم انسايدوس الجزء الثاني، واللي ما شافش الجزء الأول اللي أحداثه هي أساس فيلمنا النهاردة يرجع للملخص اللي فات على القناة. لو جاهزين يلا بينا. بيبتدي الفيلم في منزل آل لامبرت سنة 1986. بنشوف واحدة ست بتخبط على باب البيت، وتطلع الست ديت هي إليزا، واللي بتفتح لها الباب هي لورين أم جوش، وهم لسه شباب صغيرين. ولورين رحبت بيها جدا، وده كان أول لقاء بينهم، لأن لورين طلبتها تيجي تشوف مشكلة ابنها الصغير جوش. تدخل إليس البيت ولقت صديق قديم جوه البيت اسمه كارل، وهزرت وضحكت معاه لأن هو كمان بيطلع خبير روحانيات زي إليزا بالظبط، يعني زميلها في الكار. وطلبت إليزا إنها تبدأ الشغل على طول، وسألت عن ابنها جوش وعرفت عنه شوية معلومات من أم لورين. وبيقول كارل إن في حاجات بتلاحق جوش في كل مكان، وهو بيشعر بيها، وقال لإليزا إن هو كمان خايف منها. وفرجتها لورين على شوية صور لجوش، وكان في شبح لواحدة ست عجوزة بتظهر معاه في الصور. ولو تفتكروا الصور ديت احنا كنا شفناها في الجزء الأول. وكملت لورين إنها خافت جدا من الصور ديت، وبطلت تاخد صور لجوش تاني. فظهر القلق كده على إليزا، طلبت إنها تقابل جوش، وعن طريق كاميرا الفيديو قابلته وبدأت تسأله على شوية أسئلة. ولما سألته في حاجة بتضايقك في البيت دوت، قال لها لأ، بس أنا بيجيلي كوابيس وأنا نايم. وبدأت إليزا تنيمه تنويم مغناطيسي، وبتقول له أنت شايف إيه؟ ورد وقال أنا شايف نفسي نايم في السرير بس في مكان مظلم، وأنا مش لوحدي في المكان ده، صديقتي كانت معايا وهي بتزورني كل يوم بالليل. وسألته إليزا هي موجودة في البيت دلوقتي، لكن جوش مردش عليها، لكنها طلبت تقابلها وقالت له إحنا هنلعب لعبة صغيرة. أنا همشي في البيت، ولو كنت بعيدة عنها قول لي المكان ده بارد جدا، ولو قربت منها قول لي المكان حار. وبدأت إليزا فعلا تمشي في البيت لحد ما دخلت أوضة جوش وقربت من الدولاب. هنا جوش قال لها المكان ده حر جدا، وبعدها فتحت باب الدولاب وبيترجاها جوش إنها تطلع من هناك. ولما دخلت إيديها جوه الدولاب بيحرقها الشيطان في إيديها، وخافت ونزلت بسرعة. وبتقول أنا عارفة النوع ده كويس جدا، ده عبارة عن طفيليات وأنا ما شفت الشر زي ده قبل كده طول حياتي. وهو عايز يلبس جوش، وجوج عنده موهبة كبيرة جدا إنه بيقدر يمشي وهو نايم، بيقدر ينتقل ويشوف أشياء خطيرة ما ينفعش كائن حي يشوفها. لكن المشكلة إن في ميت شافه، لكن أنا أقدر أخليه ينسى كل حاجة. لكن جوش قام من على الكرسي فجأة وبص على يمينه وقال كلمة هخليك تشوف، كأنه بيتكلم مع حد. واتحرك جوش وطلع من الأوضة ووقف وشاور على باب أوضة تانية، والباب بيتفتح لوحده. وعلى طول تجري عليه لورين وإليزا ويمسكوا جوش وقعدوه على الكرسي، وطلبت منها لورين انها تنسيه كل حاجه بسرعه. وفي مشهد تاني هنلاقي رينيه زوجة جوش. هنا بقى خلي بالكم ان احنا هننتقل ما بين عصرين، جوش وهو صغير وجوش وهو كبير، علشان ما تتلخبطوش. يلا نكمل. بنشوف رينيه قاعده مع ضابط التحقيق بتحكي له عن كل اللي حصل والاحداث اللي شافتها في الجزء الاول من الفيلم على حوت الافلام، وعن مشكله دالتون ابنهم وجوش جوزها ومقتل إليزا. وقال لها الضابط ان هم هيحللوا البصمات اللي على جثه إليزا، لو مطابقه لجوش هنعتقله، ولو مش مطابقه فمبروك البراءه. ونرجع نشوف نهايه الجزء الاول بدخول جوش على إليزا، اللي اتفاجئ انها مقتوله، وما كانش مصدق نفسه وكان زعلان جدا عليها. لكن رينيه كانت بتشك فيه وقال لها انا ما عملتش اي حاجه صدقيني، وانا صدقته على كده. وخلص التحقيق على كده. وبعدها بنشوف جوش الكبير روح بيته في سعاده، وراحت رينيه تطمن على ابنها الصغير وكان راكب مشاية بتشغل أغاني. ودخل جوش الكبير يطمن على دالتون وأخوه لحد ما ناموا. بعدها رينيه بتسمع صوت البيانو بيعزف الأغنية بتاعتها، وتروح تشوف مين اللي بيعزف ده. لقيت إن مفيش حد والبيانو بيعزف لوحده. وبعد ما تروح تطمن على ابنها الصغير تسمع صوت البيانو من تاني، وتنزل بسرعة وبرضه ما تلاقيش حد، وقفلت البيانو. وهي خارجة خبطت في المشاية اللي اشتغلت وطفتها بالعافية، وسمعت صوت ابنها بيعيط وتطلع له تلاقي باب الأوضة مفتوح، وتخش ما تلاقيهوش في سريره، لكن تلاقيه واقع على الأرض جنب السرير. بعدها بتروح تقول لجوش كل حاجة لسه زي ما هي يا جوش، البيانو بيعزف لوحده، وحكيت له على كل اللي شافته. لكن جوش ما صدقهاش، وعدت الليلة ديت على كده. وفي نفس الليلة ديت بيروح سبيكس وتكر لمنزل إليزا ويدخلوا، ودخلوا أوضة شكلها غريب ومريب. المهم لو مجموعة من شرايط الفيديو من ضمنهم شريط عيلة آل لامبرت اللي هي عيلة جوش، فخدوا الشريط وبعد ما عنجوه ورمموه شغلوه. وسبيكس سأل سؤال مهم جدا، هو جوش كان بيتكلم مع مين؟
وفي مشهد تاني بتروح الجدة لورين تطمن على دالتون وهو نايم، والغريب إنه كان بيتكلم وهو نايم وقال لها يا جدتي في حد واقف وراكي، وهي طبعا اترعبت وطلعت من الأوضة ونورت الأباجورة، ولما نزلت تحت شافت شبح ماشي في البيت. بعدها دخلت الحمام وبتشوف الشبح تاني في مراية الحمام، باب الحمام بيتقفل لوحده، وجت تفتحه لقت جوش الكبير في وشها واتخضت لما شافته، وهو قال لها اهدي شوية ياما مفيش حاجة، ما نخوفيش رينيه والعيل تاني، مفهوم ياما؟ قالت له مفهوم يا ولدي. وتاني يوم الصبح كان فوستر اخو دالتون بيلعب بلعبة عاملة زي التليفون القديم مع جوش الكبير، لكن دالتون كان لوحده في المطبخ، وقال لأمه رينيه إنه حلم وحش، إنه كان نايم في سريره وجدته دخلت عليه، لكنه شاف شخص تاني في الأوضة وكان هو الشبح اللي هي شافته، وإنه حاول يصحى بس ما قدرش يصحى وصحي متأخر، وإنه سمع أصوات في الطرقة فطلع يشوف لقى أبوه جوش واقف بيتكلم في الهوا بيقول كلام غريب زي أنت لازم تمشي دلوقتي، أنت لازم تمشي دلوقتي، كأنه واقف بيتكلم مع شخص واقف قدامه. ورينيه قالت له ابقى اتغطى كويس وانت نايم. بعدها خدهم جوش علشان يوديهم المدرسة. وفي نفس اليوم بتروح لورين تقابل سبيكس وتاكر، بتقول لهم ان لسه الاحداث الغريبة بتحصل لهم وانا عايزة مساعدتكم، وانا شفت شبح امبارح. وخدوها ونزلوا اوضة اليزا وشغلوا شريط جوش وهو صغير. بنشوف في الشريط حاجة غريبة جدا، ان شبح جوش الكبير كان واقف ورا جوش الصغير وانهم كانوا بيتكلموا. فاتخضت لورين جدا، ازاي جوش الكبير يظهر مع نفسه وهو صغير؟ يعني حاجه كده ولا في الخيال ما تتصدقش. بعدها يجي اتصال من الضابط لرينيه وبيقول لها ان جوزك بريء من قتل اليزا وان البصمات طلعت غير متطابقه. وفرحت رينيه جدا وقررت انها تذبح عجل وتوزع شربات بسبب البراءه. وبعدها قعدت على السلم، فجاه طلعت لها مشاية الواد الصغير ماشيه لوحدها، وقامت لورين ودخلت الانتريه. فجاه ظهر شبح لواحده ست قاعده على الكنبه وبيغني، وقامت وطلعت بره وتدور رينيه عليها. سمعت صوتها في السماعه اللي في اوضه كالي، وسمعت صوته بيعيط فجريت بسرعه وطلعت له. الباب الاوضه يتقفل في وشها وصوت الشبح بيقول لها اهدي يا رينيه وخليكي بنت كويسه وإياكي تتجرأي وتفتحي الباب. وسمعت صوت ألم على الوش جامد والواد بيصرخ من الألم. دخلت رينيه الأوضة، لكن الغريب إنها ما لقتش ابنها في السرير ولا في الأوضة كلها. ورجعت سمعت صوته تحت ونزلت، وفجأة المشاية والعربية طاروا في الهواء. وفجأة الشبح بيظهر قدامها ويزعق لها ويقول لها ما تتجرئيش، وضربتها بالقلم على وشها وطارت رينيه من شدة الضربة وغمى عليها. بيت إليزا بقى نرجع نشوف كارل صديق إليزا اللي شفناه في أول الفيلم، وكان وحش لورين جدا. طلبوا منه إنه يتصل بروح إليزا علشان تحلل لهم اللغز ده، وطريقته هنشوفها دلوقتي. وبعد ما بدأ تجاربه بيطلب مساعدة إليزا، وفجأة النور اتقطع والتلفزيون اشتغل واتطفى لوحده، والظاهر بيقول إنها موجودة. سألها كارل عايزين نعرف مين اللي قتلك، ردت وقالت هي عايزة تقتل وهي مستخبية وهي اللي قتلتني، واللي قتلتني تبقى سيدة الإنجليز. قالت لورين يعني سيدة الملائكة، وده اسم مستشفى كنت بشتغل فيها زمان. نرجع لجوش اللي بيشوف رينيه واقفة على الأرض بيفوقها، لكن طريقته كانت غريبة شوية. بعدها راحت لورين مع تاكر وسبيكس وكارل لمكان المستشفى دي اللي كانت مهجورة ومفيش فيها غير الأشباح، ودخلوا المستشفى لكنهم ما كانوش عارفين هم جايين ليه ولا بيدوروا على ايه. هي إليزا بس قالت لهم روحوا هناك، وفضلوا ماشيين لحد ما دخلوا أوضة كانت غرفة العناية المركزة. وبتحكي لورين إنها مرة خدت ابنها جوش معاها المستشفى ودخلته معاها العناية، بس هو كطفل لعب في الجهاز المتوصل بالمريض، وفجأة المريض بيمسك في رقبته وكان عايز يقتله، والدكاترة اتلموا وهي خدت جوش ومشيت. وبعد كام يوم شافت المريض ده للمرة الأخيرة وهي في الأسانسير، وهو اسمه باركر وبتكلمه، لكنه خرج من الأسانسير من غير ما يرد عليها بكلمة. وراحت سألت الاستقبال هو باركر ده مش موجود في أوضته وسريره ليه؟ أنا كنت لسه معاه في الأسانسير. فردت الموظفة المريض باركر ده مات امبارح يا دكتورة، ازاي شفتيه وكنت لسه معاه؟ هو نط من الشباك. وقالت لورين انه حاول انه يغسل نفسه. بعدها بنشوف جوش بيخلع ضرسه في البيت وبيقول مش زي كل مرة، ويسمع صوت طالع من المراية بيقول روحك الميتة بتقتل جسدك الحي يا جوش. وهو قال انا عايز اعيش، والصوت قال اقتلهم، وهو بيعيط ويقول انا ما اقدرش يا امي ما تجبرنيش على كده. وهي برضه مصممة، قالت له هتقتلهم او هتموت انت. في المستشفى تكر لقى ملف باركر كلاين وعرفوا عنوانه. نروح لرينيه، لما فاقت قعدت تصرخ كأنها بتبعد حاجة من عليها. بيدخل عليها جوش ويهديها، وطلعت بسرعة تطمن على ابنهم الصغير لقيته موجود في السرير. وحكيت له رينيه عن اللي شافته وهو قال لها اتجاهليهم بس وكل حاجة هتروح لوحدها. وسمعوا صوت البيانو تاني
وبرضه ما لقوش حد، وهي قالت إن العزف ده بتاع الأغنية اللي عملتها لك يا جوش، مش عارفها؟ وجوش قال لها أنا مش عارف حاجة، سيبك أنتِ من الأغنية ديّة وتعالي نشوف مين اللي في البيت. وفي بيت باركر المهجور الجماعة بيدخلوا ويطلعوا فوق، دخلوا أوضة باركر اللي كانت عاملة زي أوضة البنات، وفجأة الحصانة الخشب بتتهز لوحدها وبيظهر طفل بيجري وراهم، وشافوا بنت قاعدة على السرير بتقول لهم المفروض ما تكونوش هنا، لو شافتكم هتخليني أقتلكم. بعد ما خرجوا من الأوضة اختفت البنت، ودالتون وهو نايم بيسمع صوت بيقول له تعالى عايز أوريك حاجة، فيفتكروا دالتون فوستر أخوه، لكن الصوت بيقول أنا مش فوستر. وصحي دالتون لقى فوستر نايم في سريره وحبل اللعبة موصول بالدولاب، وفجأة بيتشد وباب الدولاب بيتفتح وبيسألهم دالتون انتم مين؟ قالوا احنا اللي قتلهم واحنا كتير. وفجأة خرجت بنت بتجري من الدولاب شكلها مرعب وبتقول له ساعدني اوقف الألم اللي فيا. وفجأة الأوضة كلها بتتملي بالأشباح المخيفة، وكانت كلهم أشباح ستات وبنات، ويشوف نفسه نايم. مرة واحدة الأشباح بتهجم على الجسد النايم ده، بس يسبقهم دالتون ويرجع جسده تاني، وهجموا عليه وقاومهم لحد ما دخلت رينيه وطمنته وهدته. بعدها بنشوف جوش في أوضة البيانو وشكله غريب، بيقول مش هتقدر تتصل بيها، مش من هناك، الظلام هو بيتك دلوقتي. وما كانش في حد في الأوضة غيره. وفي البيت المهجور كارل بيسأل إليزا هي جابته من البيت ده ليه، وهنا بنشوف مسامير النجفة في السقف بتتفك لوحدها، وجاله الرد موريس يعني الموت باللاتيني. ولورين شافت صورة الست اللي شافتها في بيتها، وفجأة النجفة تقع عليهم هما الاتنين، بس ربنا ستر واتحركوا بسرعة وما جاتش عليهم. والظهر بيقول أنا مش إليزا. وهنا نسمع صوت خبط في الحيطان والأبواب كلها بتتقفل، وقال أنا ماترو مورتيس والدة الموت يعني أم باركر كراين. بيسمعوا صوت جاي من ورا مكتبة خشب كانت موجودة، وبيحاولوا كلهم يزقوها، وكانت ريحة المكان وحشة جدا. ولما دخلوا شافوا 15 شبح جثث متغطين بملايات بيضة، وشكلهم كان استغفر الله العظيم قبيح جدا. وشافوا صندوق خشب لقوا فيه جرايد قديمة عن ضحايا هربوا من القاتل، وبلاغات اعتراء للشرطة. من المعتدي كان عجوز بيلبس فستان عروسة اسود وقتل 15 فتاة. وقرر بيقول إن باركر هو القاتل، وهو كان بيتنكر في الفستان ده. قتل أمه الأول علشان هي اللي أجبرته على القتل، لأنه كان عايز يستعيد طفولته، علشان كده كان بيطرد ابنك ويلبسه علشان يرجع للحياة تاني في صورة ابنك. وبعدها لورين بتقابل رينيه وقالت لهم إنكم كلكم في خطر، وإن السبب الرئيسي في اللي بيحصل ده مش البيت، السبب هو جوش نفسه. وبعدها كارل بيروح بيت جوش علشان يقابله ويحقنه بحقنة مخدر، وجوش فتح الباب وتعرفوا على بعض. ولسه لورين بتحكي لرينيه إن جوش لما دخل العالم الآخر شيء تاني اللي رجع، ونعتقد إنها روح قتلت كتير من الناس قبل كده ولسه هتقتل كمان، علشان كده عايزاكي تبعدي عنه، وإن في صديق لينا قاعد مع جوش دلوقتي هيحاول يحقنه بمهدئ علشان نعرف نتواصل مع جوش الحقيقي. بعدها طلب كارل من جوش كوباية مية، وأثناء ما كان جوش بيجيب المية كان كارل بيجهز الحقنة. وقف جوش وكان شكله متغير جدا، وكان مخبي حاجة ورا ظهره. بيقول لكارل أعتقد إنك بتلعب بالظهر كويس، أمي قالت لي إنك بتحب تلعب بالظهر. وسأله كارل إيه اللي مخبيه ورا ظهرك ده يا جوش؟ قال له اسأل الظهر. فكارل سأل الظهر إيه اللي شايله باركر كراين خلفه، وبدأ وش جوش يتغير والظهر قال سكينة. وطلع باركر لابس جوش وطلع السكينة وهجم على كارل عايز يقتله، وحاول كارل يحقنه بالحقنة، لكن باركر كتفه، وهنا اتدخل تاكر وخد له ضربة طيرته هو كمان. سبيكس دخل وكهرب باركر، لكن باركر بيضرب الحقنة في رجل سبيكس ويقعوا كلهم على الأرض. نخش بقى عالم الأحلام لكارل، وبنشوف جوش الحقيقي بيفوقه ويقول له أنا متهيألي أعرفك قبل كده، وقال جوش ده قتلك على فكرة، وأنا لو ما رجعتش لعيلتي هيقتل عيلتي كلها. أنا متعلق هنا مش عارف أرجع، أنا طول ما أنا بعيد عن جسدي ببقى ضعيف. وقال إن إليزا مش هنا وإحنا لازم نلقاها، وخرجوا في مكان تاني كله ضلمة. وبنشوف باركر بيسمع صوت أمه بتقول لازم تقتلهم علشان تفضل حي، وبدأت رحلة البحث عن إليزا. وظهر لهم واحد بيقول إن طفلك معاه وإنه بيشاور على حاجة، وقال له امشي من الاتجاه ده وتطلع بيته اللي كان عايش فيه في الجزء الأول. وبنشوف جوش ورينيه كان في حد بيمشي بره البيت، وجوش الحقيقي شافه، وفجأة الحد ده دخل جوه البيت، وكان ده الشيطان اللي طلع في الجزء الأول. وجري بسرعة جوش الحقيقي يخبط على الباب، وده كان صوت الخبط اللي ما كانش ليه أي تفسير في الجزء الأول. وقام جوش المزيف اللي هو باركر علشان يفتح الباب، وجوش الحقيقي بينده من بره. وقفوا هما الاتنين قصاد بعض باركر وجوش. لما سمعت رينيه صوت ابنها راحت له، فكان الشيطان ده واقف ورا السرير، وجوش يسمع صوت صريخ رينيه وكسر الباب ودخل، اللي خلى صوت جرس الإنذار يضرب. ودخل جوش وكارل وطلعوا فوق. بعدها نزل جوج المزيف في الباب مفتوح،
ولو عايزين تعرفوا الأحداث من بدايتها اتفرجوا دلوقتي على ملخص الجزء الأول وتعالوا هنا تاني. بدأت معركة بين جوش الحقيقي والشيطان ده. هنا بقى ظهرت إليزا وقدرت إنها تقضي على الشيطان ده، وقالت له أنت لازم تقضي على أم باركر، هي سبب البلاوي دي كلها. قال لها أنا معرفش بيتها. قالت له الظاهر إني بكلم الشخص الغلط، أنت الوحيد اللي ممكن تعرف. نرجع بقى لجوش الصغير وهو في حالة التنويم المغناطيسي. ظهر وراه جوش الكبير وده اللي شفناه في شريط الفيديو، واتكلم معاه وطلب منه مساعدة في إنه يعرف مكان الست العجوزة ديت، وأنت عارف قول لي عليه. هنا قام جوش الصغير وقال له هوريك، وطلع بره وشاور على باب أوضة تانية، وهنا كانت إليزا الكبيرة وإليزا الصغيرة موجودين، وكمان ظهرت لورين. كارل راح يفتح باب الأوضة اللي شفناه بيتفتح لوحده، ودخلوا من الباب ده، وكان في باب أحمر تاني من جوه خرجوا منه. في نفس اللحظة دي تدخل لورين ورينيه البيت بينادوا على جوش اللي كان بيلعب بالظهر بتاع كارل. لما ولعت لورين النور اتضايق جوج المزيف جدا وشكله اتغير، وقام جري وراهم وقفل باب البيت، وهم حبسوا ايده في الباب وحاولوا يقفلوا الباب بالبيانو، وهو برضه عرف يدخل وهجم على لورين ودخلها أوضة تانية وقفل عليها الباب وحبسها. وهربت رينيه وهو وراها وعرف يمسكها، بس ضربته بالحلة وهو ضربها بالبراد ووقعت على الأرض. وبيقول لها أمي كانت عايزاني أقتلك لكن أنا مرضتش، لكن دلوقتي بيقول يا ريتني كنت قتلتك. وشتمها وقال لها أنت طول عمرك بتخافي من الأموات وقريب جدا هتبقي منهم، وهاخدك معايا لمنزلي في عالم الظلام وهتكوني سعيدة جدا وهتندمي على حياتك اللي في النور ديت. وبدأ يخنقها بإيديه الاتنين وكان مستمتع جدا وهو بيخنقها، كأن الست أمه هي اللي بتخنقها. لكن مرة واحدة بيظهر دالتون ويضربه بالعصاية، وقاموا ودخلوا مكان تاني وقفلوا على نفسهم كل الأبواب، وهو حاول كتير جدا إنه يفتح الأبواب دي وهي كانت بتأمن الأبواب من ناحيتها أكتر. هنا جوش الحقيقي هو وكارل وإليزا يخرجوا من الباب الأحمر ويدخلوا بيت أم باركر، ودخلوا أوضة فيها بنته صغيرة، بس طلع باركر وهو صغير وبيقول أنا اسمي باركر. وتظهر أمه بتزعق له لأنه كاتب اسم باركر على الرسمة بتاعته، وضربته بالقلم جامد جدا وصرخت فيه وقالت له أنت اسمك مارلين. والواد كان مرعوب منها جدا لحد ما قال أنا اسمي مارلين. وفجأة بتبص لكارل وإليزا اللي اترعبوا منها وطردتهم بره، ودالتون بيقول لأمه لو نمت ممكن أقدر أروح لبابا وأرجعه وهو ده الحل الوحيد. وجوج المسيب بيحاول بكل الطرق يكسر الباب ويدخل لهم، وبدأ دالتون ينام وشاف الباب الأحمر وخد معاه اللعبة بتاعته ووصلها بحبل لحد مكان نومه ودخل من الباب الأحمر. ويهرب جوج الحقيقي فيلاقي نفسه وسط ال 15 جثة بتوع البنات وشال الغطا من عليهم، وجوج المزيف قدر يكسر باب ويدخل وبدأ يكسر الباب التاني، ورينيه خبت ابنها التاني. وهنا فاق سبيكس وفتح الباب على لورين وراحوا دوروا عليهم ولسه تكر في غيبوبة. وجوج المزيف كسر الباب ودخل وضربته رينيه بحديدة وحدفت عليه ستاند حديد، لكنه مسكها وقعها في الأرض. وشاف دالتون نايم، وإليزا شافت باركر الطفل وطلبت منه المساعدة وتهجم أم باركر على جوج. ويدخل سبيكس ويمسك في جوج المزيف وياخد علقة محترمة، ومسك جوج المزيف شاكوش وأمه ماسكة جوج الحقيقي. المشهد بقى مرعب ومثير جدا. أم باركر وباركر هيكسبوا الحرب، وفي نفس ذات اللحظة تدخل إليزا وتضرب أم باركر بالحصان الخشب اللي يخلي جوج المزيف وهو على استعداد للضرب إيديه تقف وما يقدرش يضرب. وإليزا شغالة وبتضرب أمه بالحصان لحد ما قضت عليها تماما، وبتظهر لورين وبتاخد الشاكوش من إيده ويقع على الأرض. هنا جوج الحقيقي يعرف يتنفس، وإليزا بتقول له روح أنت يا جوج، أنا ميتة خلاص مش هقدر أجي معاك، لكن خد معاك كارل ده لسه حي ما ماتش، يلا بسرعة امشوا دلوقتي. وفعلا مشوا إليزا الله يرحمها، لكنهم لقوا نفسهم وسط الظلام مش عارفين يروحوا فين، وأصوات أشباح حواليهم وتظهر كل الأشباح فجأة وتهجم عليهم وبقوا مش عارفين يهربوا. لكن يظهر هنا دالتون ويسمع صوته جوج ويروح له بسرعة وياخدوا بعض بالحضن ويقول له دالتون أنا جيت لك علشان أخدك معايا يا بابا. وكانت رينيه بتنده على دالتون علشان يصحى، سمعوها كلهم وعن طريق الحبل قدروا يرجعوا كلهم للبيت. وفاق دالتون ورجع جوج إلى جسده وقال لرينيه ما تخافيش أنا جوج جوزك حبيبك، خلاص كل حاجة بقت كويسة. والولاد كانوا فرحانين بيه جدا، بس رينيه كانت لسه عندها شك فخافت تقرب منه، وقال لها أنا عملت حاجات كتير علشان أتقرب منك، كنت بعزف الأغنية بتاعتك. هنا صدقته رينيه وكلهم كانوا فرحانين ويخدهم تاكر اللي صحي في آخر الفيلم. وتاني يوم بقى يجتمعوا كلهم في البيت ويبدأ كارل في إجراء طقوس تخلي جوج ودالتون ينسوا كل اللي حصل لهم وما يعرفوش يسيبوا جسدهم تاني ومفيش عالم أحلام تاني. وفي يوم تاني ووقت تاني
بنشوف سبيكس وتاكر بيخبطوا على باب بيت تاني ويفتح لهم صاحب البيت وعرفوهم على نفسهم، بس البنت اللي كانت واقفه سالتهم مين الست اللي واقفه وراكم ديت. المفاجاه تطلع الست ديت هي اليزا، بس ما كانش في حد شايفها غير البنت بس. ودخلت اليزا البيت وراحت البنت المصابه وبتندى عليها يا اليسون يا اليسون، لكن فجاه بتشوف وراها حاجه خلتها تموت من الرعب. ايه الحاجه ديت؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث ان شاء الله على قناتكم حوت الافلام. ولو فضلتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، وانتظروا الجزء الثالث من انسايدوس. وفي الختام احلى سلام من حوت الافلام.